اللقطات الجدلية اللي حصلت في ماتش الزمالك واتحاد العاصمة، سواء ساعة الماتش أو حتى بعد الماتش، خلينا نتكلم عليهم كده حاجة حاجة. أول حاجة، ضربة الجزاء بتاعة اتحاد العاصمة. اللي غلطان في ضربة الجزاء بتاعة اتحاد العاصمة هو حسام عبد المجيد. أول حاجة، أنت كمدافع لما تيجي تطلع ما ينفعش إن أنت تطلع بركبتك. أنت مش حارس مرمى. المفروض لما انت بتطلع الكوره جايه بالونه، هي الكوره جايه من فوق، فانت المفروض كمدافع دي اسهل حاجه عليك، وانت اطول من اللعيب التاني بكتير. ليه تطلع بركبتك وترفع ايدك وتحط نفسك في جدل انت في غنى عنه؟ يعني انت لو ما كنتش عملت كل ده كان زمان بزيرا جاب الجون الناحيه التانيه والماتش خلص، والزمالك جاي هنا مستريح وهيلعب على ارضه وهو كسبان 1-0 بره ارضه. تاني لقطه، الجون اللي اتلغى لعداء الدباغ. في ناس كتير قوي بتقول ان ده سوفت تاتش ما بين شيكو بنزا والمدافع اللي هو تشيمالون بتاع اتحاد العاصمه. هو اداله كتف صغير كده واخد الكرة ولعب هو وجاب جون. فدي برضو فيها كلام كتير قوي. يعني انا عايزكم تقولوا لي دي فيها حاجه ولا لا، لان معظم الناس بيقولوا ان دي تعدي عادي ما فيهاش اي حاجه. في ناس بتقول ان اللاعب احمد خالدي لاعب اتحاد العاصمه كان المفروض ما يلعبش الماتش، لان اللائحه بتقول ان اللاعب اللي ياخد انذارين المفروض بيتوقف في الادوار الاقصائيه. اللائحه بتقول اللاعب ياخد 3 انذارات عشان يتوقف الماتش اللي بعده، مش انذارين خالص. فاللاعب المفروض موقفه سليم في المشاركه من ماتش الزمالك بتاع الذهاب، ما فيهاش اي مشكله. تعال نتكلم عن الغلطات اللي عملها نادي الزمالك قدام اتحاد العاصمه. اول حاجه، احمد فتوح كان اولى ان هو يلعب باك ليفت، هو او بنتاي. لان فكره ان احمد فتوح يكون موجود في نص الملعب دي نفعت في ماتش وجاب جون والدنيا كانت كويسه، وفي ماتش تاني عمل اسيست لناصر منسي. بس مش كل مره هو مش هيأدي زيه زي اللعيب اللي ده مركزه. فما ينفعش ان نص الملعب بتاعك يكون واحد انت مراهن عليه اللي هو محمد شحاته، ربنا يصبره، وفعلا طلع لعيب قد المسؤوليه وراجل. والده كان لسه متوفي ولعب احسن واحد في الماتش واخد اعلى تقييم في الماتش من ما بين لعيبه الفرقتين كلهم، ما شاء الله عليه. فانت كنت بتلعب بنص الملعب لعيب كبير اللي هو عبد الله السعيد، انت عامل له ارهاق كامل في ماتش سموحه، كان احسن واحد في الماتش. طبيعي ان هو مستواه يقل في الماتش ده شويه. تاني واحد باك ليفت بتلعبه نص ملعب. تالت واحد لعيب والده متوفي وفعلا طلع قد المسؤوليه. طيب ده ما ينفعش يكون نص ملعب الزمالك. لو نص ملعب بنص مستواه تديله الثقه يكون احسن من حد ده مش مركزه. فتوح يلعب وينج، هيكون نفس الخط بتاعه والدنيا هتكون تمام، يلعب لك اوفرات. تاني غلط في الماتش محمد اسماعيل. محمد اسماعيل ده لعيب بالكواليتي ده وبالفكر ده وبالهدوء ده وبطريقه الباص اللي بتطلع منه وكل حاجه بيعملها، ده ما يلعبش في مركز غير مركزه برضه. محمد اسماعيل لازم يلعب في مركزه جنب الونش او جنب حسام عبد المجيد. ورغم ان حسام عبد المجيد مش مركز اليومين دول او هو ضيع حاجات كتير على نادي الزمالك، بس لو محمد اسماعيل لعب جنب الونش الموضوع ده كان فرق معانا. احنا ما شفناش اصلا خطوره من فرقه اتحاد العاصمه. يعني محمد ابراهيم كان هيعمل ماتش هجومي عالمي، وخصوصا اللي هو لعيب سريع وبيجيد ان هو يطلع في الهجمات المرتده. تالت غلط ان سيف الجزيري ما كانش موجود في الماتش ده. كميه الهجمات المرتده الزمالك كان بيروح بيها، لو سيف الجزيري كان موجود في الملعب كان على الاقل خلص 3 منهم بمجهوده الشخصي. سيف الجزيري احسن لعيب ياخد الكرة من نص الملعب يحجز بيها لغايه ال 18، يا يشوط يا يلعبها لحد تاني يجيب جون، اللي هو كان في الاغلب هيكون عدي الدباغ اللي سهل جدا يجيب جون بالاوفرات. يعني لو حد عمل له اوفر او باصه كده شبه اللي شيكو بنزا عملها في الجون اللي اتلغى، احسن واحد يجيب الجون من 18 هو عدي الدباغ. اخر واهم غلطه حصلت في ماتش الزمالك واتحاد العاصمه، معتمد جمال نزل الماتش ده عامل له حساب زياده عن اللزوم. الفرقه دي لو كانت اتذاكرت كويس كان الماتش ده شفنا حاجه تانية خالص، من اداء هجومي لسيطره على نص الملعب. الماتش كله كان هيبقى ناحيه الزمالك مش العكس. بس كده كده انا مش عايز جماهير نادي الزمالك تقلق، ده لسه ماتش الذهاب 90 دقيقه، في 90 دقيقه تانية او شوط تاني في القاهره. ان شاء الله جماهير نادي الزمالك تتبسط من الماتش اللي جاي، ونتمنى الخير طبعا لنادي الزمالك، وان شاء الله ياخدوا البطوله من ارض مصر. كنت طلعت قبل ماتش الزمالك واتحاد العاصمه بيوم اتكلمت عن الزمالك لو عايز يكسب يعمل ايه، وقلت ان الزمالك لازم ياخد باله كويس جدا من نقط ضعف الفريق اتحاد العاصمه اللي هم كانوا حاجتين: الهجمات المرتده والعرضيات. الزمالك على مدار الماتش جاله اكتر من 7 هجمات مرتده ما استغلهاش خالص، ولا واحده منهم استغلها.
من اخطاء لعيبه، لعيبه مش عارفه تباصي اصلا او تطلع ثرو للعيب يطلع بيه. يعني في كذا لقطه شيكو بانزا بيبقى اخر لعيب في الملعب، ولو عمل سبرنت واحد من بتوعه هيبقى رايح هو والجون. فحصل سوء تقدير للماتش بشكل كبير جدا. الجهاز الفني بتاع الزمالك لو كان قرا الفرقه دي كويس كان نزل الشوط الاول باخوان بزيرا اللي لعبته تلت ساعه في الاخر بعد ما الماتش خلص. كنت لعبته تلت ساعه في الاول باللي حصل ده، بالضغط اللي حصل من نادي الزمالك، كنت خلصت 2-0 الشوط الاول وطلعت. طيب الزمالك لو عايز يكسب في الماتش الجاي يعمل ايه؟ هم طبيعي ان هم مش هيسيبوا لك فرصه للهجمات المرتده زي اللي كانت على ارضهم. هم على ارضهم كانوا عايزين يهاجموا، وانت كنت المفروض تستغل نقطه من نقط ضعفهم اللي هي الهجمات المرتده في اللي انت تجيب اجوان. طيب هو مش موجود بقى الاوبشن ده هنا، لان هم هيدافعوا بال11 لعيب، بالجهاز الفني بالدنيا بالجماهير كلهم هيبقوا واقفين ورا. فالزمالك لازم ما يتفاجئش من حاجه زي كده في الماتش، لازم يبقى عامل حسابه من دلوقتي على كده. الزمالك يستغل نقطه الضعف الثانيه اللي عندهم اللي هي الدفاع. كروسات عرضيه، الدفاع مش بيشتت كويس. ده حتى في يعني لعيب من عندهم لما الجون بتاع بيزيرا جه هو جاي يشتت الكوره ما عرفش يشتتها فنزلت لبيزيرا. الزمالك لازم يعمل حسابه على كده كويس قوي. ده ماتش عدي الدباغ وسيف الجزيري مع بعض مهاجمين في الصندوق وتلعب اوفرات. محمود بنتاج مش هيكون موجود، فتوح يلعب اوفرات ويركز ان فريق اتحاد العاصمه لو عمل تحولات الزمالك لازم يرجع بهجمه مرتده. هم هيلعبوا بال11 كلهم مدافعين، بس في نفس الوقت هيجي لهم كورنرات، هيجي لهم فاولات الناحيه الثانيه. الزمالك لازم يستغل الحاجات دي احسن استغلال. ما هو مش في كل واحده هيكون معاك خوان بزيرا يرقص الفرقه كلها ويروح يجيبها جول. فالزمالك لازم يعمل حسابه للموضوع ده كويس جدا.